السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة او مبدأ جديد من مبادئ الاو او بي، الا وهو الانهيرتنس. الانهيرتنس دي يعني ايه؟ الوراثة. طيب، هتقول لي انا عارف الوراثة اللي موجودة في الواقع، بس الوراثة في البرمجة عارفها يعني. هو في وراثة في البرمجة؟ اقول لك بص، الوراثة اللي في الواقع دي عبارة عن ان انت كشخص عندك او بتارث حاجات من والدك، وليكن مثلا لون العين، لون الشعر، لون البشرة، زائد ان انت بيكون عندك حاجات خاصة بيك، زي مثلا انت بيكون صوتك حلو، زي مثلا انت تكون بتعرف ترسم، بتعرف تلعب كورة، صح؟ يبقى انت عندك حاجات بترثها من والدك، زائد ان انت عندك حاجات الخاصة بيك. يبقى بالنسبة لك يبقى اذا الوراثة، يبقى الوراثة، تمام، الوراثة ان انت ترث بعض الخصائص من ابويك، كما يوجد لك خصائص خاصة بيك. تمام. هتيجي تقول لي طيب، ايه علاقة ده بالبرمجة؟ اقول لك شفت اللي انت طبقته على نفسك؟ تقول لي ايوه. طبقه على الكائن اللي هو عندنا مين؟ الكلاس. تاني، شفت الوراثة لما طبقت الوراثة على نفسك في الواقع؟ تقول لي ايوه. هقول لك طبق نفس الفكرة على الكائن اللي هو مين؟ الكلاس. تيجي تقول لي هو في فعلا في ان ينفع في وراثة في البرمجة، وان كلاس يرث من كلاس والحاجات دي؟ هقول لك ايوه. يبقى الوراثة ببساطة كده ان بيكون، او الانهيرتنس، التوريث او الوراثة، ان بيكون في كائن وليكن اللي اسمه كلاس بيرث من كلاس تاني. طيب، طب انا هحتاج ده في ايه؟ يعني انا هحتاج الوراثة في البرمجة في ايه؟ خلينا زي ما احنا اتكلمنا هنتكلم عن الحيوانات، مثال الحيوانات. انت فرضا عندك كلاس اسمه دوج. الدوج ده فيه خصائص معينة، وليكن النيم والعمر ومثلا وعدد الأطراف، تمام، ونوع الأكل وهكذا. طيب، وجيت عملت كائن تاني أو كلاس تاني اسمه مثلا وليكن كات. الكات دي فيها النيم، وفيها برضو العمر، وفيها عدد الأطراف. وجيت عملت كلاس تالت اسمه وليكن لايون، فيه برضو النيم، فيه قيمة، فيه اتريبيوت أو خاصية النيم والعمر ومين وعدد الأطراف. خلي بالك، التلاتة كلاس اللي انت انشأتهم فيهم نفس الحاجة، بس انت رحت عملت كل مرة الحاجة دي. بمعنى، يعني انت رحت لما انشأت الكلاس بتاع الكات رحت كتبتهم بإيدك مرة، ورجعت كتبتهم تاني لما انشأت الكلاس بتاع اللايون، ورجعت انشأته ورجعت كتبتهم تالت لما انشأت الكلاس بتاع الكات. تيجي الوراثة هنا او البرمجة تقول لك هنا الحل بقى. انت عمال تحرق بنزين ليه وتكتب كتير ليه وحاجات بتتكرر معاك؟ طب انا عندي الحل، هوفر لك حاجه اسمها الانهيرتنس، هي الوراثه. طب الوراثه دي هتعمل ايه؟ تقول لك بكل بساطه، شفت الحاجات اللي انت عمال تكررها في الثلاثه كلاس دول؟ هتقول لي ايوه. شيلهم واعمل كلاس رابع. اعمل كلاس رابع حط فيه الحاجه دي، الثلاثه المشتركين دول او الحاجات المشتركه دي، تمام. وخلي كل كائن او كل كلاس محتاج الحاجات دي ان هو يرثها منه، من الكلاس الرابع اللي احنا انشأنا ده. بمعنى، انا ممكن هاجي هعمل كلاس رابع وليكن اسمه انيمال. خلي بالك ان الكلاس الثلاثه عندي كات وعندي لايون وعندي دوج، والثلاثه فيهم نفس الايه، نفس القيم، نفس الاتريبيوت، بس انا كل مره بكتبهم بايدي. كتبتهم ثلاث مرات عشان عندي الثلاث
كلاسات. فيجي البرمجة تقول لك، أو تيجي مفهوم الوراثة يقول لك لا، ليه التعب ده كله وتكتب كتير ليه؟ تكتب حاجة بتتكرر معاك ليه؟ أنت هتروح تنشئ كلاس رابع، وليكن اسمه أنيمال، وهتحط الحاجات دي فيها، اللي هم الحاجات المشتركة بين التلاتة. ولما حضرتك تيجي تنشئ الكات، أو تيجي تعمل كلاس اللي اسمه الكات، هتخلي الكات ده يرث من مين؟ من الأنيمال. وتخلي الدوج يرث من مين؟ من الأنيمال. وتخلي اللاين يرث من مين؟ من الأنيمال. إذا كده التلاتة عندهم نفس الحاجة اللي هي موجودة فين؟ في الأنيمال. زي الأنيمال ده اللي هو الوالد، وانت والكات والدوج واللاين دول اخوات، وكلهم وارثين نفس لون العين. مثلا هو الوالد لونه عين زرقاء، فالتلات ابناء وارثين نفس لون ايه؟ نفس لون العين. يبقى اذا ده مفهوم مين؟ مفهوم الوراثه. كانت مقدمه كده نظريه عن الوراثه اللي هي الانهيرتنس. ان شاء الله هنبدا الفيديو الجاي ان احنا نعمل او نطبق مفهوم الوراثه بشكل عملي. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.